السلام عليكم حبايب قلبي، اخبار حضراتكم ايه؟ يا رب يا غاليين باذن الله تكونوا بالف خير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض جاتو الشوكولاته. المكونات بتاعته بسيطه جدا وطريقته اسهل، وباذن الله يا رب التزويق بتاعه يعجب حضراتكم. هنسمي بسم الله بقى ونقول المكونات بتاعتنا ايه. انا عندي النهارده هستعمل مش الدقيق العادي، انا جبت كده ده بالظبط نص كيلو كيك سبونج. انا بجيبه كده جاهز، بيبقى فيه البيكنج باودر بتاعه، بيبقى فيه السكر بتاعه، حاجته يعني. الكماليات بقى او الاضافات اللي انا هضيفها ايه؟ انا عندي هنا لنص كيلو السبونج الشوكولاته عندي 6 بيضات، وهاخد معلقه محسن كيك، نص كوبايه ميه، وورقه فانيليا. وعشان اخلي اللون مايل قوي للون الشوكولاته هحط معاهم معلقتين كاكاو. هنسمي بسم الله غاليين ونقول بقى هنبدا نعمل مع بعض ايه. هوسع لنفسي كده، هسمي بسم الله كده، وهبدا مع بعض كده مع بعضين واحده واحده اهي. هبدا بقى اكسر البيض بتاعي بسم الله. عندي هنا غاليين ال6 بيضات، هحط بقى معاهم ورقه فانيليا اهي، ورقه فانيليا حلوه قوي كده. هحط كمان كل حاجتي، هحط نص كوبايه الميه. انا هحط كده اهو نص كيلو كله اهو. طبعا بقى ما بندخلوش ولا حاجه، اتفقنا كده يا غاليين؟ عشان بس اخلي اللون احلى، فانا هحط معايا هنا اهو دول معلقتين كاكاو. هعملهم بالمضرب الاول كده، بس الاول هقلبهم بس ايه تقليبه بسيطه كده، عشان بس الايه المكونات ديت بتاعتي ما تطيرش وانا بعملها. بصوا حبايبي كده، ايه رايكم في الطريقه السهله الحلوه دي؟ بصوا يا حبايبي انا كده قلبت المكونات بس عشان ما تطيرش اهي. نسمي بسم الله بقى كده ونضرب مع بعض، وبعد كده بقى اسرع هنا بقى باذن الله كده. هحط معلقه محسن كيك، معلقه حلوه كده اهي، وابدا بقى اضرب الخليط بتاعنا تاني. هضربه عشان الصوت وارجع لحضراتكم. بصوا حبايب قلبي بقت عامله زي الكريم شانتيه ازاي، بصوا ما شاء الله. هنبدا بقى كده نسمي بسم الله ونروح بقى على الايه، على الصينيه بتاعتنا، واقول لحضراتكم هنعمل ايه. انا عندي صينيه تعتبر بمقاس يعني 30 في 40 زي الصاج بالظبط. انا كل ما هنالك حطيت ورقه زبده، بس حطيت في الجوانب كده مسحه زيت بسيطه، بحيث ان ورقه الزبده تمسك ما تتهزش مني وانا بحط الخليط بتاعي. هسمي بقى بسم الله كده وابدا اسمي. بصوا الجمال. انزل كل الخليط بتاعي كده، مش هسيب كده ولا اي حاجه فيه خالص. ايه رايكم بقى في الطريقه السهله الحلوه دي؟ كله كده على بعضيه نطلع باذن الله احلى دستة جاتوه. نعمل حاجه حلوه كده لاولادنا في البيت، احلى والله يا غاليين. يعني احنا الاسعار دلوقتي ربنا يرحمنا، الاسعار بقت حاجه صعبه. فايه رايكم لما نعمل حاجتنا كلها في البيت كده؟ وطبعا مكوناتنا هتبقى موجوده في البيت، والتزويق ده بقى بيرجع لينا والمكونات اللي موجوده. يعني احنا مش عايزين نرهق نفسنا، اللي موجود عندنا. هسمي بسم الله بقى كده حبايب قلبي. انا كده بصوا سويتوا الصينيه ازاي، نخبطها كده على المطبخ كده بسيطه، بس كده خبطتين كده، بحيث ان احنا نسوي الصينيه بتاعتنا. هحطها باذن الله، انا كده مولعه الفرن، هحطها باذن الله يعني على نار متوسطه. واول ما تطلع باذن الله، هي مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. اول ما تطلع اوريها لحضراتكم. حبايب قلبي احنا كده غاليين، هنبدا بقى نعمل مع بعض الكريم شانتيه. انا عندي كوبايه ميه مثلجه يعني متلجه قوي من الفريزر، وعندي كوبايه كريم شانتيه، ونص كوبايه سكر، وعندي معلقتين كاكاو. والسكر مش لازم يكون سكر بودره، يعني بصوا يا غاليين اهو سكر حبيبات اهو، بالعكس بيبقى حلو قوي كمان. هحط بقى السكر واحط معاه الميه، لازم تكون متلجه قوي. وبصوا يا غاليين يعني ايه، انا بس عشان مش عايزه الصوت اهو هقلبه قوي كده. انا عايزاه يبوش معايا يعني، ومفيش مانع لو انا عملت كده. حبايب قلبي الغاليين انا كده دوبت السكر. هبدا بقى احط معاكم كوبايه الكريم شانتيه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. واحط كمان معلقتين الكاكاو، طبعا انا نخلاهم
انا اقلبه بس الاول بالراحه كده، وبعد كده نعمله مع بعض. ده بقى يغليه كده على الدرجه العاليه. انا هقفل بس عشان الصوت ما يضايقكمش. هتنيني بقى اضرب فيه وارجع بقى اوري لحضراتكم القوام اللي انا عايزاه. بصوا حبايب قلبي، احنا كده كريم شانتيه حلو قوي. احطه بقى في التلاجة واروح اشوف الايه الكيكه بتاعتنا. قلبي ايه رايكم بقى في الكيكه بتاعتنا كده، او الجاتو بتاعنا بعد ما استوى جميل حلو قوي سواه، وانا اختبرته بالخير. احط بقى كده ورقه زبده عليها واقلبها وارجع لكم تاني غاليين. حبايب قلبي انا كده قلبت الكيكه بتاعتنا على الناحيه التانيه، ويعني بص انا قلبتها وحطيت عليها برضو اهي ورقه زبده كده. شايفين بقى خدت كده الطبقه الخفيفه اللي بتبقى من فوق الناشفه دي. وانا برضو يعني بصوا هشوف لو لقيت يعني بسيط قوي كده. هي ما شاء الله الكيكه بصوا يا غاليين طريه خالص ازاي. هقسمها بقى ازاي هقول لكم انا بقى. بصوا حبايب قلبي انا عايزه كده اسمي بسم الله، يعني ايه اتاكد من مقاسها بالظبط. بسم الله يعني كده اهي، باخد من تحت لفوق كده. انا كده اتاكدت ان العجينه بتاعتي اتقطعت. هسمي بسم الله بقى واقول لكم نعمل ايه. حبايب قلبي انا قطعت من هنا بحيث ان انا عايزه اقسمهم اتنين اهو. اخلي بقى نص كده واخلي النص التاني بتاعي كده. بصوا ما شاء الله العجينه بتاعتنا، بصوا ما شاء الله الكيكه بتاعتنا حلوه قوي ازاي. هسمي بقى بسم الله واقول لكم برضو هنعمل ايه. هعمل كده واخد النص اللي انا قسمته وبص بقى كده اهو، عشان ايه ما بهدلش الدنيا اهو. وهسمي بسم الله بقى كده. بصوا حبايبي وابدا اعمل كده، املاها من هنا كده كريم شانتيه اهي. ما شاء الله بقى الكريمه بتاعتنا ناعمه ازاي. صدقوني لو جربتوا السكر العادي مش البودره هيبقى حلو جدا باذن الله. ايه رايكم بقى؟ انا عايزه اهو. طبعا انا هنا ما سقيتش الكيكه بتاعتي، يعني انا مش عايزاها تبقى هي ما شاء الله طريه مش محتاجه اهي. اول طبقه ديت مش لازم يعني اظبطها بالظبط، بس اسوي الايه الكريمه كده. بصوا بقى عشان تطلع مني حلوه هعمل كده تبقى معايا بصوا غاليين كده في ميه سخنه اهي، وتبقى معايا حته قماشه كده نضيفه انا يعني مخصصاها لكده. واسمي بقى بسم الله كده واظبط الكيكه بتاعتنا اهي. ليه بقى ما سقيتهاش؟ عشان انا عندي هنا صوص كراميل اهو يديها طعم احلى. بس كده اهو انا سقيتها كلها. انا عايزه طبقه الكريمه تبقى ايه حلوه قوي كده. سمي بسم الله. زي ما اتفقنا الحروف اللي بتطلع دي انا بعمل منها كوبايات لولادي اهي. حبايب قلبي انا كده سويت الجاتو بتاعنا. احطه بقى في التلاجة حوالي مثلا 3-4 ساعات، لا اما حطيه في الفريزر مثلا ساعتين وطلعيه ساعة ونص على حسب يعني التبريد اللي عند حضرتك، وعشان بس الكريمه تمسك فيه شويه. وبعد كده اول ما يطلع هوري لحضراتكم واقول لكم يا غاليين احنا هنعمل ايه. انا كده حبايب قلبي خلاص ظبطتها اهو وسويت الجناب بتاعتها. وانا عندي طبعا هي كده طالعه من التلاجة الكريمه بتاعتها مسكت. وانا عندي هنا صوص شوكولاته انا اللي عملته، عباره عن كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، وحطيتهم يعني ضربتهم يا اما في الهاند بلندر يا اما في الخلاط. لو عايزين الصوص لقيناه مثلا خفيف شويه هنزود شويه زيت بس مش كتير، يعني حاجه بسيطه في حاجه بسيطه لغايه ما نبقى عايزين السمك اللي احنا عايزينه. وطبعا احنا مش عايزينه يبقى ايه تقيل قوي يعني. ده بقى اسمي بسم الله كده وازوق ايه عشوائي كده.
قوي كده. بصوا حبايبي، شايفين اللمعه باينه قدام حضراتكم؟ يا رب تكون واضحه. شايفين اللمعه بتاعته حلوه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل كده، بصوا بقى، واسحب كده اهو بالراحه، وبرده ارجعه تاني كده، برده احط في ميه سخنه واسمي بسم الله، وانزل كده اهو واخد على تحت كده. عايزه اوريكم بس الشكل اللي هنا اهو. هقطع دي كده اهو نصين. اعمل ايه بقى؟ شايفين يا غاليين؟ انا ايه، هوسعها عن بعضيها كده اهو، وهاجي من هنا كده اهي. ايه رايكم؟ قلنا بدل ما نعملها 6، طب ما نكترها شويه. برضو هاجي من هنا اهو بسم الله والراحه. بصوا يا غاليين اهو، واخد كده على، هكمل دول وارجع لكم تاني. حبايب قلبي، ايه رايكم كده يا غاليين؟ انا قلت بدل ما اعملهم 6 قطع، طب ما انا عملتهم 12 هم، حلوين والله. والقطعه بسم الله ما شاء الله يعني ماليه مركزه. هسمي بسم الله بقى كده، واحط هنا يا غاليين كده، اعمل هنا كده روزيتات اهي، يعني روزيتا صغنونه كده، عشان طبعا هي القطعه مش كبيره قوي اهي. وابدا بقى ايه يعني، بص هنشكل كده مع نفسينا. هحط واحده كده من الشيبسين ده، هو كبير ده، ايه رايكم؟ اهو بسم الله. واحط هنا برضو كده واحده، وهعمل بس بصوص الكراميل حاجه بسيطه قوي كده. بصوا غاليين اهو، بس مش عايزه انزل قوي، اتفقنا اهو. يعني اخد كده من فوق وانزل على ده قوي، بحيث انها ما تنزلش مني على الجاتوه بتاعي، بس كده برضو اهو. بصوا يعني حاجه بسيطه كده على قدي. بصوا غاليين، صوص الكراميل كده بس قوي كده برضو هنا. ايه رايكم كده يا غاليين؟ من نص كيلو سبونج بسم الله ما شاء الله احنا عملنا 12 قطعه جاتوه، يعني تزويق بسيط طبعا، ده بيرجع لحضراتكم. بتمنى يا رب ان انا اكون عند حسن ظنكم، وان الجاتوه اللي انا عملته النهارده يعجبكم، وتجربوه باذن الله كده وتقولوا لي ان هو عجبكم. واشوفكم بقى باذن الله حبايب قلبي في فيديو جديد. قبل ما انهي الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل حضراتكم كل جديد. اسيبكم يا حبايب قلبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.